بعد كل الصواريخ اللي صدتها القبة الحديدية وخلت من صواريخ حركة حماس أو حزب الله ما فيش جدوى منها إلا ما نظر. محتاجين نتعرف أكتر على القبة الحديدية، إيه هي ومين اللي اخترعها وإزاي بتشتغل ومين اللي بيدعمها وإيه هي آلية عملها. وعشان نجاوب على كل الأسئلة دي يلا بينا نبدأ. بداية التفكير في منظومة القبة الحديدية بترجع لحرب إسرائيل على حزب الله اللبناني في 2006، وده بعد ما أطلق حزب الله آلاف الصواريخ على إسرائيل واللي بدورها أدت لمقتل عشرات الإسرائيليين ولجوء أكثر من مليون إسرائيلي للملاجئ. وده بدوره دفع إسرائيل للإعلان عن أنها هتطور درع دفاعي جديد، وعليه وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتز أعلن في فبراير 2007 عن اختيار نظام القبة الحديدية كحل دفاعي لإبعاد خطر الصواريخ قصيرة المدى عن إسرائيل. وبدأ نظام القبة الحديدية يتطور بداية من 2007 بالتعاون مع شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة الإسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية. ودخل نظام القبة الحديدية الخدمة بداية من صيف 2011، ومع وصولنا لأبريل 2010 كشفت شركة رافائيل عن إطلاقها منظومة القبة الحديدية، واللي بالفعل تم نشرها في صيف 2011 بالقرب من قطاع غزة اللي كانت بتطلق منه حركة حماس صواريخ الكاتيوش على إسرائيل. وبعدها تم نشر بطاريات بالقرب من مدينة عسقلان واسدود وجنوب تل أبيب وبالقرب من مدينة نتيفوت. ودلوقتي خلينا نتعرف أكثر على منظومة القبة الحديدية. القبة الحديدية هي منظومة دفاع جوي تم تصميمها لصد الصواريخ والقذائف المدفعية من عيار 155 ملم واللي بيوصل مداها ل 70 كيلومتر، وهي مكونة من جهاز رادار ونظام تعقب وقاذف مكون من 20 صاروخ تامر الاعتراضي. ومنظومة القبة الحديدية زي ما قلنا بتعتمد على صاروخ تامر الاعتراضي واللي مجهز برأس حربية محمل ب 11 كيلو جرام من المواد شديدة الانفجار واللي قادر على اعتراض وتفجير أي هدف في الجو. وده طبعا بعد قيام رادار منظومة القبة الحديدية بالكشف والتعرف على الصاروخ أو القذيفة المدفعية المتجهة نحو إسرائيل وملاحقتها. وده بعد ما يتم نقل الإحداثيات والمعلومات لوحدة إدارة المعركة والسيطرة والمراقبة لتحليل مسار الصاروخ أو القذيفة وتحديد موعد ومكان سقوطها المفترض على الأراضي الإسرائيلية. ولو تبين أن الصاروخ القادم هيشكل خطر على منطقة سكنية أو عسكرية بيتم إصدار أمر خلال ثواني للصاروخ تامر الاعتراضي وتفجير رأسه الحربية في الهدف المرصود في الجو دون الارتطام به مباشرة. ولكن بالنسبة للصواريخ اللي ما بتشكلش أي تهديد على منطقة سكنية أو عسكرية في إسرائيل، القبة الحديدية ما بتطلقش عليها أي صاروخ اعتراضي وبتتركها تسقط في الخلاء. وكل بطارية من منظومة القبة الحديدية مزودة برادار تتبع وكشف ونظام تحكم بالإطلاق وثلاث قاذفات كل واحدة فيهم مزودة ب20 صاروخ تامير الاعتراضي. ولو حبينا نقارن التكلفة المادية للقبة الحديدية على الخزينة الإسرائيلية والتكلفة المادية للصواريخ اللي تطلقها حركة حماس، هنلاحظ ان منظومة القبة الحديدية منصة الإطلاق فيها بتحتوي على 3 بطاريات، والبطارية الواحدة بتحتوي على 20 صاروخ، تكلفة الصاروخ الواحد فيها من 40,000 ل 50,000 دولار. وعلى الناحية الثانية تكلفة الصاروخ على حركة حماس تقريبا 600 دولار. وحتى رغم المقارنة دي إلا أن التكلفة المادية للقبة الحديدية على الخزينة الإسرائيلية من تطوير للنظام وتصنيعه ونشره وصيانته غير معروف، ومن المحتمل أن التكلفة دي توصل لمليارات الدولارات. وعلى الرغم من أن منظومة القبة الحديدية بيكلف إسرائيل مليارات الدولارات وبالتالي بيواجه انتقادات، ولكن رغم كل التكلفة والانتقادات اللي بتتعرض لها منظومة القبة الحديدية إلا أنه في الحقيقة بتخلي إسرائيل تتلاشى أضرار كبيرة في حالة أن الصواريخ اللي تطلقها حركة حماس أو حزب الله اللبناني لو قدرت الصواريخ دي أنها تسقط داخل إسرائيل، وبالتالي هتحدث أضرار كبيرة. وعن ارتفاع تكلفة منظومة القبة الحديدية فده مردود عليه من المسؤولين الإسرائيليين بأنه بسبب استخدام التكنولوجيا المتطورة فيها واللي بتساهم في تحديد إن كان الصاروخ المتجه نحو إسرائيل هيسقط في منطقة مأهولة بالسكان أو هيسقط في منطقة خلاء، وبالتالي المنظومة بتحدد إن كانت هتطلق صاروخ أو مش هتطلق صاروخ. وهو ده اللي رافع التكلفة المادية لمنظومة القبة الحديدية. ودقة فعالية منظومة القبة الحديدية بتوصل ل 90%، وده حسب كلام شركة رافائيل الإسرائيلية المصنعة لمنظومة القبة الحديدية. ورغم كلام الشركة المصنعة لمنظومة القبة الحديدية عن إن فعالية المنظومة بتوصل ل 90%، إلا أن إطلاق عدد كبير من الصواريخ أو توسيع مدى الإطلاق بيسمح لصواريخ المقاومة للدخول في إسرائيل وإحداث أضرار جسيمة. وده غير سبب مهم واللي هو إن قدرة الصواريخ الفلسطينية وصلت في مداها ل 150 كيلومتر، واللي بدورها بتضعف قدرة القبة الحديدية على التصدي للصواريخ بعيدة المدى. ولحد هنا انتهت الحلقة، أتمنى تكونوا عرفت معلومة ولو بسيطة عن القبة الحديدية.
وفي النهاية أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.